السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنشوف مع بعض محتويات بوكس تهادوا تحبوا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. زي ما احنا شايفين كده محتويات البوكس قدامنا، وهي يعني اغلى حاجة القرآن الكريم. ده بداية البوكس كده بيكون فيه المصحف، والمصحف ده قطيفة، ودي سبحة صغيرة كده. وطبعا ده كارت بتكتبي عليه بقى اي اهداء لاي حد بتحبيه، طبعا عشان البوكس ده هدية. زي ما انت شايفة بتكتبي احلى رسالة للشخص اللي عايزة تبعتله البوكس ده. وكمان معانا اذكار الصباح والمساء كده. زي ما انت شايفة دي محتويات البوكس بتاعنا. كمان السجادة بتاعتنا قطيفة برضو، وبيكون شكل السجادة بالظبط شبه المصحف. بتهيالي دي افخم واغلى هدية ممكن تقدميها لاي حد، لان كلها حسنات. السجادة دي طول ما الشخص بيصلي عليها بتاخدي عليها حسنات. دي الصدقة الجارية على فكرة اللي ممكن تقدميها في حياتك وتاخدي حسناتها، يعني بعيد الشر عنكم في الاخر. زي ما احنا شايفين طبعا البوكس زي ما احنا بنتكلم كده مختلف في دي محتويات بوكس، والبوكس التاني هوريكم محتويات تانية هتشوفوا بقى. ده كان اول بوكس معانا كده. ده تاني بوكس معانا كده بيكون فيه المبخرة. زي ما احنا شايفين المبخرة دي بتحط فيها كده، تولعي الفحم وتحط عليها البخور. حاجة بجد قيمة وخامتها كويسة. كمان بيجي معاها كيس بخور هدية كده زي ما انت شايفة. يعني البوكس كله مميزات بصراحة وفوائد. البوكس بقى تستخدميه في اي وقت من اوقات السنة، بجد هيبقى كويس اوي ان انت تشغلي البخور في بيتك طول الوقت. وبرضو معاه سبحة كده زي ما انت شايفاه. شفت اللون والخامة عاملة ازاي؟ بجد حاجة كويسة قوي، والبوكس كله محتوياته قيمة. برضو معانا القرآن الكريم، معانا المصحف. شايفين الالوان بجد جميلة قوي. واحسن حاجة في الموضوع ان المصحف لون السجادة. الهدية بجد شكلها قيم. معانا كمان كارت الاهداء، ده زي ما شفناه في البوكس الاولاني. واذكار الصباح برضو مشتركة بين البوكس ده والبوكس الاولاني. شايفين لون السجادة عامل ازاي؟ والسجادة قطيفة وخامتها بجد جميلة اوي. وسعر البوكس مش غالي، يعني بيتراوح من 150. اغلى بوكس هيكون ب200 جنيه. وكل محتوياته جميلة ومفيدة، وزي ما قلنا حسنات يعني لا تنقطع. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ده كانت محتويات البوكس التاني. دي سبحة صغيرة كده، اللي هو التلت اللي بيقولوا عليه تلت يعني، مش السبحة اللي هي ال33. شايفين شكل البوكس من بره عامل ازاي؟ بجد شكله قيم. البوكس نفسه العلبة نفسها جميلة. شكله من بره عامل ازاي؟ ومكتوب عليه تهادوا تحبوا. يعني الهدية بتوصف نفسها من غير كلام. زي ما انتوا شايفين ده بيكون الوانه كده من بره، وعشان لون السجادة والمصحف اللون النبيتي ده، فعلى البوكس من بره هتلاقوا العلامة حسب اللون اللي جوه في البوكس. ده برضو نفس اللي فات، فيه المبخرة وفيه البخور. وشايفين بقى السبحة بجد الوانها جميلة. ومش هتكلم عن الخامة تحفة. طبعا التصوير ظالم حقيقة الحاجة. المصحف الكريم كمان قطيفة. شايفين لون السبحة بينك اهو، يعني لو عايزة تقدمي الهدية لبنت زيك ولا حاجة اللون ده هيفرق معاه. طبعا الهدية قيمة جدا جدا عشان المصحف زي ما قلنا. خامة المصحف جميلة قوي ما شاء الله. الورق كمان خامته كويسة ولونه ابيض، يعني اللي هيقرأ في المصحف ان شاء الله يعني مش هتوجعه ولا حاجة، مش زي الورق اللي بيبقى لونه غامق. والمصحف من بره قطيفة زي ما قلنا. طبعا مش الصورة مش مبينة قوي، بس هو قطيفة زيه زي السجادة بالظبط.
شايفين لون السجادة عامل ازاي؟ ما شاء الله، جميلة. والخامة بجد بجد حلوة قيمة يعني. واذكار الصباح والمساء. طبعا شفتوا كل البوكس مميزات وحسنات يعني لا تنتهي. دي هتكون اغلى هدية يعني في قيمتها بجد يعني القيمة بتاعتها غالية اوي اوي بسبب القرآن الكريم وبسبب السجادة. اغلى هدية، اغلى هدية تقدمها لحد عزيز عليك وتكوني بتحبيه وعايزة يعني تاخديه في طريق الخير كده، انك تقدمي له ايه بوكس تهادوا وتحبوا اللي محتوياته المصحف والسجادة والسبحة. بجد يعني طريق للجنة. دي اقيم هدية تتقدم واغلى هدية تتقدم. كمان غير الالوان، الوانه جميلة يعني كل الاذواق في اللون موجودة. مش هتكلم في الذوق في حاجة لانه ارقى هدية واغلى هدية ممكن تقدمها لحد. طبعا في بوكسات تهادوا تحبوا برضو بيبقى فيها محتويات غير الحاجتين اللي احنا شفناهم بس دول اللي متوفرين معانا دلوقتي. بيبقى في بوكس برضو فيه نفس المحتويات المصحف والسجادة، وبيبقى فيها برفان وفيها محفظة وفيها المبخرة والبخور. دي لو هتتقدم لولد يعني عايزة تقدمها لزوجك او خطيبك، هيبقى فيها زي ما قلنا محفظة وهيبقى فيها البرفان. فهدية قيمة جدا بمحتوياتها ومعبرة بصراحة، وغالية غالية عشان القرآن الكريم. هفضل اقول ان الهدية دي غالية جدا وقيمة بسبب يعني القرآن الكريم، بسبب المصحف وبسبب السجادة والأذكار، يعني حاجة ما شاء الله. انا اول مرة اسمع عن البوكس ده لسه السنة دي غالبا، حاجة طالعة جديد. بس بجد اللي فكر فيها اللي فكر في فكرة البوكس دي يعني حاجة مميزة وحاجة غالية غالية، يعني حاجة حلوة اوي. غير الخامات اللي فيها كويسة، يعني تقدمي الهدية كده والحاجة اللي فيها الخامة بتاعتها عالية. خامة السبحة، الخامة بتاعت السجادة، الخامة بتاعت الجلد بتاع المصحف. بجد حاجة قيمة اوي اوي. كل بوكس فيه الكارت اللي بتكتبي عليه ايه الاهداء للشخص اللي هتقدمي له او للشخصية اللي هتقدمي لها الايه البوكس ده. شايفين كمان الالوان المبهجة؟ شفت السجادة دي لونها عامل ازاي؟ يعني ممكن لو طفل يعني اللون هيجذب ان الطفل يصلي على السجادة بسبب الالوان الحلوة بتاعتها. ثواني هنفتح مع بعض السجادة كده ونشوف الالوان دي جميلة. الوان مبهجة ومفرحة بجد والله. شايفين اللون عامل ازاي والسجادة شكلها عامل ازاي؟ يعني لو في طفل كده جنبك هيحب يجي يصلي معاكي كده عشان لون السجادة هيشده. حاجة جميلة. والسجادة ما شاء الله مقاسها كبير وخامتها كويس. والمصحف برضو نفس لون السجادة بنفس الالوان ما شاء الله. معايا بقى هنا كمان في الفيديو ده تشكيلة حلوة قوي من الفوانيس. الفانوس ده معدن، يعني ينفع تحط فيه شمعة من اللي هي بتتولع عادي، او تحط فيها الشمعة المضيئة اللي هي الالكترونية، يبقى شكلها جميل قوي. شايفين الالوان؟ برضو خامته كويسة ويعني هيعيش معاكي فترة طويلة مش هيتكسر ولا حاجة. الفانوس كده زي ما احنا شايفين تحس ان هو من الطراز القديم، يعني بيفكرنا كده بالحاجات بتاعت زمان الحلوة اللي كنا بنلعب بها بتاعت زمان، فوانيس زمان اللي بترجعنا يعني لرمضان بقى وتفكرنا بذكريات جميلة. المكان كده اللي جوه ده زي ما انتوا شايفين قلنا ممكن نحط فيه الشمعة من اللي بتتولع عادي لانه معدن، مش هيبوظ او يتحرق ولا حاجة. او تحط فيه الشمعة المضيئة اللي بتبقى تقعد تسرج وتطفى اللي هي الالكترونية اللي هي اللي ما بتولعش، زي اللمبة كده اللي بتسرج وتطفى كده.
شايفين الوانه؟ الشكل ده جميل قوي من الفوانيس. الفانوس كده له باب اهو، زي الفانوس بتاع زمان. كانوا بتاع زمان بيبقى له باب كده ويحطوا فيه لمبة كده من جوه كبيرة، والفانوس كان بيبقى كبير وبينور الشارع كله. طبعا فرحتنا برمضان بالصلاة والعبادة والذكر، وان ربنا يتقبل دعائنا وصيامنا وقيامنا. ولكن برضو الفوانيس بتبقى حاجة كده ايه، معبرة وحاجة يعني بتدل على فرحة الأطفال برضو. بنسعد بقى الأطفال، وإن ده يعني أثر كده من زمان، وإن دي حاجة ايه موروثة، يعني على مدى السنين هيفضل الفانوس موجود. شايفين اللون الأسود ده؟ بجد حلو قوي. الألوان كلها جميلة وجديدة، يعني كل الألوان جديدة. في ألوان كتير عن كده، بس الشوية دول اللي كانوا موجودين دلوقتي. والباقي بقى متقفل هناك في المخزن يعني. قلت اوريكم كده نبذة عن الايه، عن الفوانيس الموجودة والخامة بتاعتها عاملة ازاي. احنا متعودين ان الفانوس بيكون خشب او بيكون بلاستيك، فالوقت الفانوس معدن، الفانوس حديد. كل الفانوس حديد، مش ايده من فوق بس. يعني الله بقى، والاطفال كده بعد الفطار شايلينه بقى وبيلعبوا بيه كده ويقولوا وحوي يا وحوي. بجد كانت ذكريات حلوة قوي قوي، وهفضل افتكرها كده طول حياتي. انا شايفة ان الفيديو جميل، ومحتواه حلو قوي. محتوى الفيديو جميل والصندوق كويس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.